اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله اي وصفة بسمعها باخذ وقت وانا بجرب فيها، لما اشوف عليها استفادة باجي بنزل لكم اياها. اقسم بالله لا تدعوا لي، جربوها وما تدعوا لي. كيف ما كتشوفوا كاستين مي، واحدة نقعت فيها لبان الذكر، اوكي لبان الذكر الاصلي، واحدة نقعت فيها الرز. هانتم ما كتشوفوا هذا هو لبان الذكر، انا جايبيته من المغرب. عن جد يا جماعة من ريحته مبين مش طبيعي مش طبيعي، لازم يكون الاصلي. مسكتهم زي هيك ونقعتهم ليلة كاملة، خليتهم لتاني يوم الصبح. تاني يوم الصبح جيت كيف ما كتشوفوا، هايهم بعد ما نقعوا ليلة كاملة. هاي انتم ما كتشوفوا كنحرك فيها بس تدار معايا. جيت صفيتهم، ها شوفوا كيفاش صفيتهم، وبقيت كنحك فيهم بحال هكا باش يزيد ينزل معايا اللبان الذكر، يعني عشان باش ما نخسرهمش وصافي. طلعوا كيف هاي ضليت ادعك فيها عشان ايش؟ استفيد من مية لبان الذكر، بدي استفيد منها. من بعد جيت خديت الروز اللي نقعته كمان امبارح بالليل، هذا هو الروز اللي نقعته امبارح بالليل. والله يا بنات بتسكر المسامات، بتقيم التصبغات من البشرة، بتعطي نضارة. انتوا عارفين فوائد الرز يعني لحالها، مية الرز فوائدها لحالها غير كيف لما تنقعيها مع لبان الذكر. والمهم بعد هيك خليتهم ليلة. هاي نسيت، هاي شلت الكاسة حطيتها على جنب. ليش بدي اخليها تونر للوجه؟ لانه جاتني كمية كبيرة. دابا غنحط فيها ملعقة النشا، وغادي نحطها على النار حيت الماء لازم يكون بارد، لازم الماء يكون بارد. بقيت كنحركها هكا كنحرك فيها، ومن بعد غادي نحطها على النار باش تقل معايا وترجع كريمي. وانتم غتشوفوا كيفاش غيصير كريمي. حطيه على نار هاديه لانكم عارفين النشا او على السريع بتنحرق، يعني على نار هاديه. من بعد ما صفيته، من بعد ما غليته في الطنجره، انتم كتشوفوا كريمي. بس انا حبيت نخليه خفيف لانه مع الثلاجه غيزيد يجمد اكتر. انتم شايفين كريمي، بس انا حبيت اخليه خفيف عشان الثلاجه. هاي انا وين حطيته هلا؟ حطيته بالعلبه اللي غنبقى نستخدم منها. هاي ما كما تشوفوا هاي الكميه ما شاء الله منيحه، راه كتسمعك اقل شي اسبوع 10 ايام بالكتير، يعني منيحه بتستفيدي منها. كنصفيها كامله بالعلبه هذه. بدي احلل الطنجره، بديش اضيع اشي سخن نار، مش قادر المسه بايدي اصلا، مش قادر. من بعد ما صفيته في العلبه غنزيد نحط عليه الفيتامين اي. انا حطيت 3 كبسولات فيتامين اي. انتي شو تقدري حطي لانه فيتامين اي يعني ممتاز للبشره، وزيتي بيحافظ على النشا بس ما يخسرش معك. ايوه هانتم ما كتشوفوها اللولة حطيتها. بنات جربوها والله لا تدعوا لي، جربوها اقسم بالله لا تدعوا لي. على فكرة انا القناة مش مستفدة منها اشي، بس اللي بجربه بحب انزله معاكم، والله العظيم اللي بجربه بحب انزله معاكم. يعني بحب اصور، بحب عرفتوا كيف، مع اني مش شاطرة لا في تصوير ولا في اشي، بس خلاص داكشي اللي كنبغي نزلو لكم اخواتاتي، وداكشي اللي كنستخدمه كنزلو لكم. يعني اي اشي بستخدمه بالبيت بشاركه معاكم، بس انه الواحد يفيد ويستفيد، بس هذه هي لا اقل ولا اكثر. هاي بعد ما حطيت الفيتامين اي، هاي انا بحركها. اوكي انتم ما لا تشوفوها مكعبله، هي مش مكعبله بتاتا، بس انه لانه ما كنت احركها اول ما بلشت تغلي، رحت اجهز العلبه وتركتها، بس هي مش مكعبله بتمشي معك زي الزبده بوجهك. هاي حطيتها بعلبتها، وان شاء الله تستفيدوا منه. وما تنسونيش من الله.